اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الرضا، صباح الهنا، صباح يوم جديد وفيديو جديد. يلا نقول يا بركة بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف يومنا النهاردة وروتيننا في ايه. زي ما انتم شايفين كده، يوم السوق، يوم الخير. ربنا يجعل بيوتنا وبيوتكم مليانة بالخير يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده، جبت طبعا طماطم، وجبت بقى، عايزه اقول لكم ان الطماطم ابتدى السعر بتاعها يشد. يعني النهارده كانت ال2 كيلو ب25، وكان في ب10 جنيه. فانا جبتها زي ما انتم شايفين كده، دي كانت ب10 جنيه. وجبت بقى بطاطس، عاوزه اقول لكم ان انا وقعت على صفقه من البطاطس. البطاطس دي كانت ب5 جنيه. في الحقيقه انا ما كنتش هجيب، دي البطاطس القديمه يا بنات. يعني البطاطس الجديده طلعت والسعر بتاعها غالي جدا. يعني بصوا، انا سمعت ان سعرها 20 جنيه. تمام كده. فانا الحقيقه جبت بقى كده، كانت الطماطم دي كان يعني وانا طالعه كده بسال عليها فقال ب5 جنيه. فجبت الحقيقه 2 كيلو كده، قلت ايه اجربهم كده واشوف الدنيا فيهم ايه. تمام. جبت بقى كمان خيار، وجبت كمان بتنجان وفلفل. طبعا الخيار السعر بتاعه بصوا مش عايز ينزل، مش عارفه ايه حكايه الخيار معانا والله. يعني السعر بصوا من 20 وطالع. تمام كده. انا جبت كيلو كده بيقضيني الاسبوعين اللي انا ما بروحش فيهم السوق، يعني على قد السلطه بس. وعندي لينا وغزل بيحبوه طبعا مع الايه، يعني سندوتش الجبنه كده، يقول لك انا عايزه معاه خيار. تمام. جبت بقى بتنجان، كان البتنجان عامل 10 جنيه، والفلفل كان عامل 15 جنيه. جبت بقى كمان الفاكهه بتاعتي، جبت 2 كيلو من الموز. الموز طبعا عامل 50 جنيه ال2 كيلو، يعني الكيلو ب25 جنيه. جبت هنا الاستفندي ده كان ب15 جنيه، والبرتقال كان ب15 جنيه. تمام كده. جبت بقى الخضار، طبعا خضرة من المحشي، وجبت بقى ربطة من الجرجير كده. وتعالوا بقى كده كمان اقول لكم انا بقى لما بيفيض معايا فلوس انا بجيب بيها ايه. جبت كمان البنجر ده، واقول لكم دلوقتي انا جايباه ليه. جبت بقى كمان زي ما قلت لكم، لما بيفيض معايا بقى فلوس كده وانا في السوق، بشتري بقى ايه الحاجات اللي هي بصي بتحتاجيها دايما في اوقات كده، يعني كأنك لاقيها معاكي في البيت. تمام. جبت بقى كيس من البقسماط. وجبت بقى العصير اللي هو الفروتي ده، بعمل منه كيك، وساعات البنات بيحبوه يشربوه عصير. جبت بقى كمان المكعبات الماجي دي، بجيبها من السوق، يعني بجيب الستة ب10 جنيه. اما لو انت بتجيبيها هنا من المحل بيدوك الاربعة ب10 جنيه. تمام كده. زي ما انتم شايفين بقى، دي كانت التسويقة بتاعتنا النهاردة. طبعا الطماطم والبتنجان والفلفل والخيار و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بينا على النبي يا بنات. وجبت كمان البنجر. جبنا البنجر ليه؟ في الحقيقة كنت جايبة بقى ايه، لفت كده هخلله. عاوزة اقول لكم ان لفت الشتا ده والحاجات الحلوة بتاعة الشتا دي بصوا بنبقى مفتقدينها طول الصيف. انا بحب اللفت المخلل قوي. مع اني لما بجيب المخلل اللي هو الجاهز ده وبيبقى فيه لفت انا ما باكلوش، مش عارفه ليه. يعني انا بحب اللفت اللي انا بعمله، يعني انا اخليه في البيت. بس اللفت اللي هو بيبقى مع المخلل الجاهز ده انا ما بحبوش. زي ما انتم شايفين كده بقى، كنت جايبه الرابطه من دي، كانت عامله 5 جنيه. في الحقيقه انا ما كنتش عارفه يعني هي وزنها تقريبا قد ايه، بس على ما اظن هي ازيد من الكيلو. تمام. يعني ممكن تكون كيلو وربع. يعني ال2 كيلو يعتبر ال2 كيلو ونص ب10 جنيه. زي ما انتم شايفين بقى، جبت بقى ايه طبق معايا كده، وقلت بقى ايه اوضب اللفت بتاعي عشان اخلله. انا ما بحبش ان هو يبات، يعني عشان ما يتبلش وكده. فقلت اعمله بالمره طالما معايا وقت. زي ما انتم شايفين هنا بقى، كانت غزل عماله تناكف فيا، وعماله بقى تبوس فيا كده، وعماله تشدني. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. هنا بقى قلت بقى ايه اوضب اللفت بتاعي واغسله كويس واخلله. زي ما قلت لكم انا بحب المخلل اللي هو بيتعمل في البيت وقت الشتاء. زي المخلل الكرنب. طبعا الكرنب الشتاء بيبقى مسكر وبيبقى طري، فالمخلل فيه برضو بيبقى حلو قوي. ومخلل اللفت زي ما انتم شايفين كده بقى، انا قضبته. انا بشيل بس اللي هي الراس، عايزه تشيلي بقى اللي هو العين اللي هو ده، وتخليلي منه برضو. في ناس بتحبه، بس انا عشان يعني انتوا عارفين ان انا مفيش غير انا والبنتين، يعني يا دوبك الراس كده وهيفضل معايا فتره كبيره. مسكته بقى قلت اقطعه كده. اول حاجه بعد ما قضبته غسلته حلو قوي، يعني غسلته وهو صحيح، ما بقطعوش وبعد كده بغسله. لا، بغسله الاول وبعد كده بقطعه زي ما انتم شايفين. جيت هنا بقى خلاص بعد ما قطعته بقى، وعاوزه اقول لكم ان انا سبت فيه كميه اللي هي اللفتايه اللي هي المدوره الصغننه دي، سبتها بحالها. قلت بقى على ما اكل اللي هو المتقطع ده يكون التاني، عشان بقى ما يمرش معايا ويبوظ، لانه زي ما قلت لكم مفيش بس غير انا بس اللي باكله، فهيفضل معايا فتره طويله.
فحاولت احط بقى ايه نصه كده صحيح عشان يتمد معايا مدة اطول، وقطعت جزء كبير منه. تمام كده. جبت بقى هنا معايا طبق حطيت فيه بقى حبة من الملح، يعني الطبق مش زي ما انا بوريكم، شوفوا انا سايبه فيه صحيح زي ما هو، يا دوبك بس بديله ايه غزة كده بالسكينة وبسيبها زي ما هي. معايا هنا زي ما قلت لكم طبق حطيت فيه حوالي لتر او لتر ونص من المية كده، وحطيت كمية الملح وبدوب. تمام. انا عشان انا عارفه كميه الملح اللي انا بحطها او بعرف مقدار الملح، فانا بحطه يعني تقريبيا كده بالنظر. تمام. اما انت لو هتحطي حطي على اللتر ونص ميه حطي 6 معالق من الملح، اللي هي المعلقه اللي احنا بناكل بيها الكبيره. تمام كده. معايا هنا بقى ايه قرن شطه كده انا مقطعاه طرنشات، ومعايا بنجرايه صغيره كده انا قطعتها. انا في الحقيقه كنت بضربها في الخلاط، بس انا قلت ايه هقطعها، وهي الصراحه ادتني نفس النتيجه، يعني بتحمر الميه وبتدي له لون حلو قوي. وطبعا وانا بقضب اللفت بتاعي بصوا باخد الجزء اللي هو الابيض ده بس بنضفه، ما بجيش ناحيه الجزء اللي هو البامبي ده خالص، بسيبه عشان ده بيديله كمان لون وقت التخليل. هنا بقى قلت هعمل ايه النهارده، هنعمل ايه غدا. في الحقيقه يعني لينا بنتي المفروض ان هو يوم السوق المفروض ان انا بجيب سمك، بس في الحقيقه لينا بنتي كانت طالبه تاكل رز معمر وبطاطس، فمسكت بقى حبه من البطاطس كده. صفقه البطاطس اللي انا كنت جايباها ب5 جنيه دي، عايزه اقول لكم ان انا اتندمت ان انا ما جبتش 5-6 كيلو منها، والله العظيم كانت اطعم من البيض في الاكل. مسكت بقى ايه شويه كده قطعتهم وغسلتهم حلو قوي، وحطيتهم بقى ايه في حله كده، وحطيت عليهم شعره من الملح، وقلت بقى اسلقهم. وقلت بالمره كده طالما هسلقهم احط معاهم ايه 3 بيضات كده يتسلقوا زي ما انتم شايفين هنا. بقى تعالوا نعمل بقى الرز المعمر. معايا كميه الرز بتاعتي دول كانوا 3 كوبايات، اللي هم كوبايه الشاي. اما انت هتعملي المقدار اللي انت طبعا هيكفيكي وهيكفي اولادك. هنا معايا كيلو من اللبن، معايا سكر، معايا ملح، معايا سمنه، معايا زيت. تمام. نزلت كده بحوالي 3 معالق من السمنه كبار حلوين كده، ودعكت فيهم الرز، وحطيت طبعا الملح بتاعي، وحطيت معلقتين من السكر، وحطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نزلت باللبن، وهحط بقى ايه نقطتين من الزيت كده بس يلمعوا له الرز بتاعي زي ما انتم شايفين اهوت. وهبتدي بقى ايه احطه في الفرن. عاوزه اقول لكم ان الانبوبه عملتها معايا. انا بعد ما حطيته في الفرن بتاع البوتاجاز حسيت ان الانبوبه بتاعتي كده ايه هتخستع معايا، وهي بتعملها معايا كل مره. يعني انا بصوا معوده نفسي يا اما في يوم سوق، طبعا يوم السوق ده بيبقى يعني يوم ممتلئ بالشغل، يا اما يوم سوق، يا اما وقفه رمضان، يا اما وقفه رمضان، يا اما اول يوم رمضان، يا اما وقفه العيد الكبير. لازم الانبوبه بصوا في الايام اللي هي الصعبه دي تروح هوب عاملاها معايا. فبالحقيقه بقى كده لما حسيت ان هي هتخستع معايا كده ومش هتحمر معايا البطاطس، فانا قلته في الفرن اللي هو الغاز. تمام كده. هنا بقى طبعا البطاطس بتاعتي كانت سلقت، ابتديت بقى اقشرها. عاوزه اقول لكم ان انا بطاطس والله العظيم يعني على سعرها ده بقيت اقول مش هتبقى قد كده، ممكن اخدها واعملها مثلا في صلصه او كده، يعني سعر 5 جنيه. فوالله العظيم كانت اطعم من البيض، يعني كانت مرمله. عارفين البطاطس اللي هي بتدوب في البق بتاعت زمان دي، البطاطس المرمله الجميله دي. انا بقى كمان عملت طبق من السلطه. ويلا بقى لو انت وصلت لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تحرمنيش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك تشجيعا منك ليا. ولو انت اول مره تزوري قناتي، انا ام لينا ودي قناتي قناه ست بيت لهلوبه، يا ريت تنوريني باشتراكك في القناه من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار يا ست الكل. بحب اشكر كل حبايبي اللي بيدخلوا يعلقوا لي على الفيديوهات ويكتبوا لي كومنت حلو يفرحني ويسعد قلبي. ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يخليكم ليا ويديمكم يا رب، اللهم امين. نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين لون البطاطس بصوا كان ذهبي وكان جميل قوي قوي. هنا بقى كنت كمان طلعت الرز من الفرن. عايزه اقول لك لو انت عندك وش لبن او انت عندك قشطه بيخلي الرز اطعم واطعم، بس في الحقيقه انا ما كانش عندي، يا دوبك حطينا بقى كده السمنه واللبن والزيت. وده النهارده كان يومنا وروتيننا. وزي ما انتم شايفين بقى كده حمرنا البطاطس وطلعنا الرز من الفرن، وده طبعا البيض اللي سلقناه ولفت المخلل وطبق سلطه كده خضره جميله. وده كان يومنا النهارده وروتيننا. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم حبايبي قلبي، وما تحرمش منكم ابدا ويدومكم يا رب، اللهم امين. نعمه في حياتي. يا رب الفيديو النهارده يكون خفيف كده على قلوبكم. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. اسيبكم في رعايه الله وامنه. مع السلامه، مع السلامه حبايب قلبي، مع الف مليون سلامه.